السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد الصحيفة جزائرية اللي ممولة بالكامل من المؤسسة العسكرية الجزائرية. هذه الصحيفة اللي سبق لها أنها هجمات دولة الإمارات العربية المتحدة ووصفات الإمارات بأنها عاصمة التخلاء. اليوم مجددا هذه الصحيفة الجزائرية خرجت كتقول بأن الملك محمد السادس باع البلاد للإمارات، وهذا الجريدة بهذا المستوى ديالها الهزيل فهي كتعتقد أنها تسيء إلى المغرب والإمارات، ولكنها في الواقع ديال الأمر تسيء للحاضرة الجزائرية وتسيء كذلك للمؤسسة العسكرية الداعمة لهذه الصحيفة. وهذه الزيارة الأخيرة ديال الملك محمد السادس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا يسمى بتعاون اقتصادي، والبيع هو ما قام به النظام الجزائري في اتفاقية إيفيان ملي باعوا الجزائر للفرنسيين وحولوا الجزائريين إلى فئران للتجارب النووية. فمؤخرا وقبل واحد المدة في أحد الاستوديوهات التحليلية الفرنسية واحد الخبير فرنسي قال بأن المغرب لوحده استحوذ على نصف الاستثمارات الفرنسية في إفريقيا. وقال كذلك هذا الخبير بأن المغرب لحظة الحصول ديالو على تمويلات إضافية من الإمارات وقطر والسعودية، المغرب غادي يقوم بإنهاء الوجود الفرنسي في القارة الإفريقية. والاستنتاج هو أنه ملي كتجي الضربة في فرنسا يسمع الصراخ والعويل في الحظيرة الجزائرية. المملكة المغربية اليوم فهي تسير بخطى ثابتة نحو الازدهار ديال هذا البلد ونحو استعادة المجد ديال المملكة المغربية. والمغرب مؤخرا اختار العملاق ديال الصناعات العسكرية المتقدمة عالميا وهي المجموعة الإسرائيلية الEII. المغرب اختار هذه الشركة الإسرائيلية على شركة طاليس الفرنسية وإيرباص الأوروبية. اختار المغرب هذه الشركة من أجل اقتناء واحد القمر صناعي خاص بالتجسس. والمغرب اليوم فهو كيختار التقنية الإسرائيلية العالية بدل الفرنسية التي لا ترقى للإسرائيلية. والمغرب اقتنى من الدولة الصديقة والحليفة إسرائيل، اقتنى المغرب هذا القمر العسكري الجد متطور واللي لا يوجد المثيل ديالو حتى عند الدول الأوروبية. والاختيار ديال المغرب لهذه الشركة الإسرائيلية كان قبل أشهر عديدة، ولكن الصحافة الفرنسية تعمدت أنها تنشر هذا الخبر الآن لأنها كتعتقد أنها غادي تقدر تقوم بإحراج المملكة المغربية في إطار هذه الحرب الحالية في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين. وكتعتقد كذلك الصحافة الفرنسية أنها تقدر تخلي المغرب أنه يتراجع على هذه الصفقة لصالح الفرنسيين، ولكن هيهات، المغرب دولة سيدة قرارها، والمغرب لا يلعب في الخفاء ولم يعد يقبل الابتزاز. والمغرب غادي يختار أحسن عرض تقني ومالي بناء على المصالح الوطنية ديال المملكة المغربية. فاليوم صدمات وهزائم متتالية كيتلقاها هذا النظام العسكري الجزائري. ومجددا كذلك في البيان الختامي اللي صدر على الاجتماع ديال المجلس الأعلى لقادة دول الخليج في الدورة ديالو 44، هذا الاجتماع اللي انعقد بالعاصمة القطرية الدوحة وفي الحضور كذلك ديال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تم التأكيد في هذا الاجتماع على الأهمية ديال الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة وتنفيذ كذلك خطة العمل المشترك. وأكد كذلك هذا الاجتماع على المواقف والقرارات ديال هذا المجلس، هذه القرارات الثابتة والداعمة المغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها. فاليوم وأمام كل هذه النجاحات اللي كتحققها المملكة المغربية وهذه الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول ديال الخليج، النظام والإعلام في الجزائر لم يجد إلا نظرية المؤامرة باش أنه يستمر في التبرديع ديال هاد البصبعيين المغيبين، ويستمر كذلك في استنزاف الثروات ديال الجزائريين وتجويع الشعب الجزائري.